السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كاطو دارنا مع كراميلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه والناس اللي معايا من الاول، مرحبا والف مرحبا. اليوم غنصاوب معكم هاد الشهيبه كما كتشوفوا، المقروط الجزائري الغني عن التعريف. غادي نحتاج هنايا واحد جوج زلايف ديال السميده موين، وعندي هنايا زلافه مع مراش، يعني ناقص جوج ديال الاسبوع. داكشي اللي كنتبقى ليا من الحرش من عفوا من السميده اللي كنديروا بها الحرشه. هي لا نورم ديال هاد المقروط كديري جوج ديال السميده الغليظه مع وحده ديال السميده رقيقه. انا داكشي اللي تبقى ليا درتو، ومن طبيعه الحال غادي نضبط القياسات ديال الزبده، وراني غادي نخلي لكم المقادير كامله في صندوق الوصف. درت واحد القريصه ديال الملحه اكيد، وهنايا عندي الزبده كما كتشوفوا راه باقا سخونه نخليها حتى تبرد. وغادي نزيد ندير ليها 4 ديال المعالق ديال الزيت. هي كديروا، انا نقصت شويه ديال الزبده لانه كما قلت لكم الزلافه الثالثه ما كانتش كامله عندي ديال التسميده رقيقه، فانا بغيت نوجد المقروط وقلت ما كاين لاش غنتسنى تعال نمشي ناخذ السميده، ودا غادي نضبط القياس ديال الزبده. وكان صافي هي راه كما قلت لكم 3 ديال الزلايف ديال السميد مع زلافه ديال ليدام اولا ديال الزبده، مزيج ما بين الزبده والزيت. هنا كنبدا كنبسبس في هذيك السميده مزيان 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 حتى كتلبس ليا كامله بديك الزبده والزيت. وغادي نخليها كنبقى كنخدم فيها راه تقريبا شي 8 حتى ل 10 ديال الدقائق، وانا هكا كنخدم فيها. هنا وريتكم انني خليت غير هذاك اللبن ديال الزبده ما درتوش باش ما كيحمضش ليا ديك المقروط ديالي ويقصحوا. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها ليله كامله. خدمتوه بالليل، بسبستو السميده بالليل غتخليوها حتى الغد ليه. خدمتوه الصباح راه غديروها في العشيه. هادشي اللي كاين ضروري، ما انه كيبات اولا كيبقى على الاقل 6 سوايع. هنا بحكم انه داك التمر المعجون ما لقيتوش، قال لك راه مقطوع، فجيت خديت التميرات هكايا اللي بخرتهم، حيت ليهم ديك الجليده اللي كتكون منهم ديك لابول الفوقانيه. صافي ودرتهم في الهاشوار، درت لهم شويه ديال القرفه، وغادي ندير لهم تقريبا واحد 4 ديال المعالق ديال زبده حيوانيه، اللي درت بها السميده، اولا اللي غادي ندير في سميتو اللي غادي ندير في التمر. ضروري ما انها تكون زبده سبيسيال. صافي كنضيف ليها هنا واحد الكميه، يعني كميه ماشي محدده، يا اما ديال كاوكاو يا اما ديال جنجلان يا اما ديال اللوز. انا هنا درت اللوز كان عندي مقلي ومفسخ ودرتو طحنتو، كيعطي واحد المذاق رائع. ممكن انكم ديروا مزيج ديال اللوز وجنجلان، ديروا غير الكاوكاو، ديروا غير جنجلان، كيبقى لكم الاختيار. بغيتوا ديروا غير التمر بوحديتو ديروا غير التمر بوحديتو. راه هاد التمر هذا منين كنكونوا حنا مفورين ومصاوبين وكيجي بنين على داك اللي كنشريو موجود. غير هو داك اللي كنشريو موجود من طبيعه الحال كتكون فيه خدمه اقل. هذا ما كان. هنا راه الغد ليه في الصباح، يعني خليت ديك السميده ديالي حتى تشربات هذيك الزبده. وهنا ملي غادي نبدا كنهزها هكا وغادي نحاول بحال انني هكا كنجمع بين يديا. شوفوا يعني راها واجده باش انني غادي نخدم المقروط ديالي. صافي هذا ما كان. هذا المقروط هذا حنا غادي نطيبوه في الفران، وغادي نديروه في السنيوه اولا غادي نديروه في الطاوه ديال الفران، يعني ما غاديش نقليوه. من الافضل انا كنفضل انني ما نقليهش. المقروط المقلي عنده مذاق. انا صراحه كنفضل هذا المقروط ديال الفران، راه كيجي بنين ما تيقهمش، ولكن راه حلو. يعني الناس ديال الريجيم ممنوع منعا كليا. هادشي اللي كاين هنا كما كتشوفوا. فكنبدا ندير شويه ديال الماء مع ما زهر. راني خديت تما واحد الكاس درت فيه مزيج ديال الماء وما زهر. كان عندكم غير ما زهر خفيف عادي ديروا غير ما زهر. ما كنعجنش ديك السميده، غير كنبدا كنلمد فيه هكايا بيديا حتى كيتجمع ليا، وكنقسم الخليط الى قسمين متساويين. ضروري انهم يكونوا متساويين باش ما تجيكمش التحتانيه رقيقه والفوقانيه غليظه او العكس. انا هنا راه كنت استعملت الميزان من بعد باش ضبطت العبارات ديالي، يعني ديك القياسات اللي درت جاتني 531 بالضبط في كل قطعه. هادشي اللي كاين. صافي دابا غادي نبدا كنشكل في المقروط ديالي. ديك الطريف الاخر غطيته بالسلوفان باش ما ينشف لياش. صافي وخديت هنايا السنيوه. من بعد غادي نخلي لكم القطر ديالها من طبيعه الحال في صندوق الوصف مع المقادير كاملين بالتفصيل الممل. هادشي اللي كاين. السنيوه راه ما كندهنوها، ما كنديروا فيها لا ورق الطبخ لا والو، لانه هاد المقروط هذا شبعان مع راسه سويدان راه ما تيتلصق ما حتى شي حاجه. كنحاول انني كنسوي ليها الوجه ديالها، يعني ماشي ندير جهه غليظه وجهه رقيقه. وصافي وكناخذ هكايا واحد الكوبات باش كنقاد به دوك الحواف حتى هما. وهنا منين يعني طرقت هاد القطعه الاولى، فغادي ندوز باش انني
نصاوب التمر كما قلت لكم، اللي صاوبته حتى هو بالليل وخليته مع راساتو حتى تشرب ليا مزيان صافي. وغادي نطلقوا هنا. بالنسبه للكميه ديال التمر نتوما تتحكموا فيها، الا بغيتوا الطبقه ديال التمر تكون يعني هكايا وافيه، فغادي ديروا تقريبا اكثر من داكشي اللي درت انايا. انا بالنسبه للتمر ما درتش يعني ما درتش ميزان كما قلت لكم، ما لقيتش التمر المعجون مولفه ناخذ نص كيلو، تندير تقريبا تندير 400 غرام 350 غرام. ولكن هنا بما انني ما لقيتش هذاك، فخديت زلافه ديال التمر، راه خدمت ليا المقروط وخدمت ليا حتى الحلوه ديال التمر. ان شاء الله دابا ننزلها لكم من بعد، راني مصوراها وهذا خصني غير ندير المونتاج وداكشي. راكم عارفين المونتاج كياخذ الوقت مع الوليدات، مع دابا امتحانات. المهم امتحانات، كاين اللي كيقرا كاين اللي ما كيقراش، هذاك موضوع اخر. امتحانات ديال بنتي، داكشي علاش انايا شويه مدروكه بالوقت ما مونطيتش الفيديو صافي. هذا ما كان كما كتشوفوا، فدوك البلايص اللي بقاو ليا خاويين فضفت ليهم شويه ديال التمر هكا بيدي، وخديت عاوتاني ديك البلاستيك درتو في الوجه لانه التمر كيتلصق كما عارفين صافي. وكنبدا كنقاد بالكوباط حتى التمر كنحاولوا اننا نديروه يعني بسمك واحد، ما كنديروش جهه رقيقه وجهه غليظه، كنطرقوا هكا. وغادي ندوز باش نصاوب القطعه الثانيه بنفس الطريقه اللي خدمت التمر. القطعه الاولى حنا سرحناها ديريكتومون في السنيوه اولا في اللاطه، القطعه الثانيه ضروري ما اننا غنديروها هكا فوق واحد البلاستيك اولا فوق ورق هذا بابي كويسون، ورق الطبخ، باش منين كنهزوها كتجينا ساهله باش نحطوها فوق من التمر ديالنا. هنا غادي نحطها وغادي حتى هي نقاد ليها دوك الجنيبات، ديك الزوائد راه كنحيدهم، راه كنت شكلت بهم واحد الوحيده ولكن خساره نسيتها ما طيبتهاش وبقات تما فوق البوطاجي، وبحكم انه بقات النهار كامل ما شفتهاش نسيتها صافي. الله ربي يسمح لي، اضطريت انني نسيبها صافي. هذا ما كان. هانتوما كنقاد دوك الجنيبات، كنحيد هذوك الفائض وكنعوض هذيك الاخر، كنحاول انني ما نخليش فيه لي طراس ديال اليدين، كنقادو بالكوباط مزيان مزيان. راه هاد السنيوه هادي راه تبارك الله ما شاء الله، ما تحقروهاش تشوفوها صغيره. بالنسبه للتقطاع نتوما تتحكموا، بغيتو حبه كبيره بغيتو حبه صغيره. بما انه المقروط كيكون يعني كيقهم، فانا درت هكايا جوج صبيعات وقطعت درتهم مربعين. بغيتو ديروهم يعني مقيريطات كما كنعرفوا المقروط هكايا الوجدي اولا الجزائري تيديروه مقيريطات، لكم الاختيار. انا درته مربع، درت جوج ديال الصبيعات وقطعت وكنقطعو مزيان يعني من الفوق حتى لتحت. ساعه كنمسح داك الخدمي ديالي اولا الموس، لانه كيكون فيه لصق فيه التمر باش ما كيبقى لنا داك الوجيات ديال المقروط نقي. هادشي اللي كاين درتو انا مربع وما نقشتوش، ممكن انكم تنقشوه. عندي وصفه ديال المقروط بالنقاش دابا ننزلها لكم حتى هي في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو الطريقه الثانيه ديال المقروط. ان شاء الله مازال الخير جاي القدام، نعاود نصاوبوا معكم في السنيوه هكايا بلا عذاب وبالنقاش. انا درت له غير حبه ديال اللوز هكايا من الفوق حتى هي راه جات مقرمشه وزوينه وعطات واحد البنه. ومنين كنطيبوه كيكون الفران ديالنا سخون، ما كنقصوش عليه العافيه بزاف باش ما يقصحش، عافيه متوسطه، وكنحضيوه من طبيعه الحال كياخذ لينا واحد اللون مذهب. كنخرجوه وكنكبوا عليه العسل اللي كيكون بارد. الرابط ديال العسل حتى هو غنخليه لكم في صندوق الوصف. هذا عسل منزلي مصاوبه انايا في الدار، غادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو، هو باش كنخدم سواء للدار سواء للكليان. هادشي اللي كاين صافي. من بعد ما كبيت عليه العسل، وبما انه يعني فيه التمر فمنين كيكون كيطيب ضروري ما انه كيلتصق شي شويه، كنعاود ندوز عليه الموس باش كنتاكد من انه تقطع. وهنا كنجيب الكوباط وكنبدا كنهز به فاسيلمون. اللي صعيب المره الاولى هو ديك الحبه الاولى، كما كنقول لكم دائما اي حاجه اللي كتكون هكايا في اللاطه اللي صعيبه هو الحبه الاولى. صافي اون فوا كتحيدوها هكايا بالسياسه كتوليو كديروا الطريق ديالكم وكتبقاو كتحيدوا بشويه بشويه. هو منين كتكونوا كتحيدوه بما انه كيتقال مع العسل، تحاولوا انكم داك الكوباط ديالكم تتخشيوه من الجنب وكتهزوا بكل اريحيه وكتحطوه في الشبيكه. انا حطيته في الشبيكه باش يزيد يتقطر منه داك الفائض ديال العسل
وراه تيجي شارب العسل يعني من برا ومن الداخل كيجي كما كنقولوا معسل حتى القلب ديالو. راه منين غادي تشوفوا، منين غادي نضغط على الحبه راه رطيطب ومعسل، والمذاق ديالو يا سلام. كما قلت لكم الزبده تكون حيوانيه ونبسسو. الا تبعتوا هاد الطريقه هذه اكيد غادي ينجح معكم من اول تجربه. واللي وصل هنايا ما ينساش انه يبارطاجي الوصفه مع الاصدقاء والاهل والاحباب لتعم الفائده. ومن طبيعه الحال الا كان كيعجبو المحتوى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، هذيك لا بتيت كلوش اللي كاينه على اليمين باش يبداو يوصلوا الجديد ديالي. صافي المهم هنا راه كنا كلينا منه تقريبا واحد هكايا، واحد الطبيصل فيه تقريبا شي 6 ديال الحبات لانه راكم عارف كتعرفوا الدراري مع المعسلات راهم تيعجبوهم. صافي هذا ما كان، هذه هي الكميه اللي تبقات من مور ما كلينا منه. ما شاء الله راه تيخرج يعني بعد غادي نقول لكم بالضبط في صندوق الوصف تقريبا راه اكثر من 40 حبه اللي خرج لي. غادي نخلي لكم شحال هاد العبار اللي درت شحال خلى ليا. شوفوا معايا معسل كما قلت لكم حتى القلب. كنتمنى اللي كيجرب الوصفات يخلي ليا واحد التعليق بانه الوصفات اللي كندير ناجحه. وصفاتي كامله مجربه وناجحه، ما نقدرش نحط لكم شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش. هذه هي الوصفه ديالي معكم اليوم. المهم هادشي اللي كاين هنايا، راه هذيك اللي في يدي راه ماشي وسخ، راه كنت درت واحد شويه ديال لا بانتور هنايا في الدار وتقاس ليا صبعي. بسلامه عليكم، وصفه جايه ان شاء الله.